يقول سبحان ربي العظيم، ولا أين يقول سبحان ربي الأعلى. وأنا لا أتكلم عن مثال، أو لا أتكلم عن حالة، أتكلم عن أكثر من حالة. هذا نفسه، هذا الأسير يبلغ مرحلة في رمضان الأخير عاش معنا، والله كان يصلي معنا في الليلة الواحدة يقوم بالخمس أجزاء في ركعتين. بعد وين كان وين صار كما نقول بالبلدي. هذه كانت بالنسبة لي من أسعد اللحظات، والله كانت تنسيني هم السجن. من أسعد اللحظات أيضا حينما كان يتم أحدهم حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، حينما كان يسرد أحدهم شيئا أو كلا من القرآن، أجزاء منه أو كله. حائط السجن مثلا، جدار عادي، جدار أبيض في داخل الغرفة، كنا في كثير من الأحيان نمسك برهم من براهم العلاجات كانت موجودة في الغرفة، ونبدأ بكتابة الآيات على الجدران، على الحائط بزاوية البرهم، تكون كما قلم الرصاص تقريبا. ثم إذا ما انتهى من الصفحة يحضر أي قطعة قماش مبللة بالماء ويمسح يمسح ما كتب. وجدت أخ آخر قال لي أنا كتبت سورة الإسراء كلها، كتب سورة الإسراء على الحيط، حفظها، خلص منها، دخل على سورة الأحزاب، كتب سورة الأحزاب. طبعا أحد الإخوة بيكون من الحفظة الموجودين هو اللي بيكتب له إياها، وهو فقط عليه أنه ينظر ويقرأ. في غرفة من الغرف قالوا بدنا نحفظ التوبة، أخذوا كتبوا سورة التوبة كلها على الحيط، 20 صفحة 21 صفحة كتبوها على الحيط وحفظوها. من أعجب المواقف، أقول هذا الكلام من إصرار الأسرة. في الجدران عندنا ما نسميه البريز، المقبس الكهربائي إنجاز التعبير باللغة الفصحى. الآن بين الجدارين هان موجود بريز، الجدار اللي في خلفه بريز آخر، كنا نضع فمنا على واحد والطرف الثاني يضع أذنه، نبدأ نلقن بعضنا بعضا من خلال هذا الهاتف النقال بيننا. كان هذه طريقة للتواصل بين الغرف، فقط واحد يقرأ القرآن والآخر يستمع، ثم الطرف الآخر يبدأ بالتسميع والطرف الملقن يستمع، وهكذا. نحاول كنا التغلب على شتى صنوف العذابات، لكن في المقابل كنا إذا ما نظر إلينا أحد السجانين ورآنا في أي أمر من هذا أو ذاك، كنا نتعرض لأشد أنواع التنكيل. كنا نحاول إخفاء هذه الأمور صراحة، ولكن في كثير من الأحيان تعرضنا لبعض العذابات بسبب هذه الأفعال. أنا كنت أعيش بينهم، لكن أنا الآن أحمل همهم. ولا خير في إن نسيتهم، ولا خير في إن تمتعت بجلوسي بين أهلي ونسيت تلك المعاناة التي كنت أعانيها قبل يومين، مش قبل والله شهرين وثلاثة وسنتين.